قبل ما نبدأ مسلسلنا ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. دي شياو، وزي ما هو واضح كده بتكون بنت جميلة جدا وأي حد بيقرب منها بيعجب بيها. وفي يوم بتكون قاعدة في مالها ليلي وبيجي شاب غريب بيقعد جنبها وبيقول لها دي البطاقة البنكية بتاعتي وفيها أكتر من $1,000,000، خد اللي انت عاوزة منها مقابل إنها تعمل اللي هو عاوزه. لكن شياو بتسخر من كلامه وبتاخد البطاقة وبترميها بعيد، وبعدها بترمي عليه الكارت الشخصي بتاعها. وبنعرف ان شياو تعتبر اشهر واشطر محاميه في كوريا، وان ده عميل كان عاوزها تعمل له قضيه عشان ياخد حضانه اولاده من طليقته، وبما انها اديته الكارت بتاعها فيعني انها موافقه تترافع في قضيته. وشياو بتكون بنت واثقه جدا في نفسها بسبب ذكائها وجمالها الشديد جدا. وفي نفس الوقت ده بره الحانه بنلاقي شاب واقف مع فتاه ليل وبيتفق معاها انهم يعملوا فخ لشاب اسمه شين، واللي بيكون اكبر رجل اعمال في كوريا بالرغم ان سنه صغير، الا ان هو بنى نفسه بنفسه، وبيطلب من البنت انها تصوره وهو سكران عشان يسوقوا سمعته. لكن شياو بالصدفه بتسمعهم وهما بيتكلموا، وبتمسك شياو البنت وبتهددها وبتاخد كارت غرفه شين، وهي في طريقها للغرفه بتتدرب هتقول له ايه. وبنعرف ان شياو ليها اخت توأم تعرف شين وكانت بتحبه زمان، لكن اول ما شياو بتشوفه بتثبت مكانها من شدة جماله، وشين لما بيشوفها بيندهش من جمالها هو كمان وبيفتكرها كاسيا. وبنرجع بالزمن لورا وبنلاقي شياو وكاسيا وهم سوا مع شين، وبنكتشف ان شياو كانت بتحبه لكنه كان بيحب اختها كاسيا. وبنعرف ان شياو وهي صغيرة كانت عاوزة تخرج مع شين وبعتت له رسالة، لكن شين قابل كاسيا وافتكر انها هي اللي بعتت له الرسالة، وعشان كاسيا تساعد اختها شياو وافقت انها تخرج معاه وقالت له انها معجبة بيه، لكنه حبها بجد وهي كمان وقعت في حبه. لكن المفاجأة إنها لقيته كل ما بيتقابلوا بيذاكر لها بعد ما كانت فاكرة إنهم لما بيتقابلوا هيخرجوا خروجات مليانة رومانسية، وبتبقى مش فاهمة حاجة من اللي هو بيقولها لأنها في السجلات أصغر من أختها بيوم، فدخلت المدرسة متأخرة واختها أكبر منها في الدراسة بسنة كاملة. يعني اللي هو بيشرحه ده هي مش فاهمة منه حاجة أصلا. وبنرجع للحاضر وشياو صاحية من النوم في غرفة شين، وبتكون نامت عنده في الغرفة على أساس إنها كاسيا مش شياو، وبيقول لها إنها كانت وحشة جدا وإزاي كانت مختفية السنين دي كلها. لكن شياو بتقول لنفسها إنها كانت بتحبه هي في الأول، لكن كاسيا أخدته منها ومش هتفرق يعملها إنها كاسيا أو شياو، المهم إنها معاه دلوقتي. وفي وسط كلامهم بيقول لها شين إنه بيسمع في الأخبار إن أختها شين ملقبة بمحامية الأوغاد، وكاسيا اللي هي في الحقيقة شياو بتتعب وبتقول له إنها لازم تروح البيت حالا. وشين بيسألها إذا كانت لسه على علاقة بأختها، فبتقول له إنه في بينهم شوية مشاكل في الشغل لكن غير كده لأ. وتاني يوم شياو بتروح تدي ظرف الخصم شين وبيكون فيها صوره مع بنات وأوراق ممكن تدمر سمعته، وشين بيعرف اللي حصل فبيطلب من المحامي بتاعه إنه يتدخل. وفي نفس الوقت شياو بتكون بتزور أمها اللي في المستشفى، وبنعرف إن بقالها هناك أكتر من سنة وإن حالتها كانت صعبة جدا، والطبيب بيقول لها إن أمها حالتها بدأت تتحسن ووالدتها هتخرج خلال فترة صغيرة. لكن فجأة وهم بيتكلموا بيسمعوا صوت زعيق والدتها وهي بتتخانق مع مريضة على السرير اللي جنبها، وده بسبب سمعة بنتها اللي اتشهرت إنها محامية مش كويسة. والشياو والطبيب بيفضوا الخناقة اللي بينهم، لكن أمها بتزعق في الشياو لأن سمعتها في الشغل اتدهورت جدا. فالشياو بتقول لها إنها من الأول كان نفسها تدخل أي مجال تاني غير المحاماة، لأن طول دراستها كانت بتحب العلوم والفيزياء مش المواد الأدبية، وهي اللي أجبرتها على تخصص المحاماة، فمش مهم تنجح فيه إزاي، المهم إنها نجحت فيه واتشهرت وبقت تجيب فلوس منه. فأمها بتزعق فيها وبتقول لها إنها لازم تبقى زي أختها. والمفاجأة هنا إن الشياو بتقول لأمها إن كاسيا أختها ماتت من 10 سنين ولازم يتقبلوا الوضع، وبتقول لأمها إنها لازم تفكر شوية لأنها كمان بنتها زي كاسيا بالظبط. وشين في الوقت ده بيكون عمال يجرب المطاعم عشان يشوف أكل أنهي مطعم أفضل، وده عشان يعزم فيه كاسيا اللي هي أصلا شياو. وبيروح البيت وبيتصل عليها لكنها بتكون على سريرها بتبكي وهي بتفكر في كلام والدتها، وبيعرض عليها إنهم يتعشوا مع بعض، لكنها بتقوله إنها ملهاش نفس للأكل، لكنها ممكن تفضل معاه على الموبايل لحد ما يجهز عشاء حلو لنفسه. وبيكون عندها خبرة كبيرة في الأكل لكنهم مش بيتكلموا عن الأكل خالص وكل كلامهم بيكون رومانسي. وتاني يوم وشين في شركته بيفكر إزاي ياخد حق كاسيا حبيبته من أختها شياو، فبيبلغ المساعد بتاعه إنهم يتحركوا على مكتب المحاماة اللي شغالة فيه شياو، وده عشان يشغلها عنده ويذلها. فالمساعد بتاعه بيستغرب جدا وبيتصل بالشياو على اساس انها كاسيا وبيعرفها اللي شين ناوي يعمله في اختها. في الوقت ده شياو بتكون قاعده مع مديرها اللي بيزعق فيها بسبب سمعتها الوحشه، لكنها بترد عليه وبتقول له ان لولا الاخبار المنتشره دي ما كانش المكتب ده اتشهر ولا جاله زباين اصلا. فالمدير بيقتنع بكلامها وبيسكت.
وفجأة شين بيدخل الشركة على شياو، فأول ما بتشوفه بتتخض لأن دي أول مرة هتتعامل معاه كأنها شياو مش كاسيا، ولسه المدير هيبدأ يعرفهم على بعض. شين بيقطعه وبيقوله إنهم على معرفة من زمان، فشياو بتقول في دماغها هو إزاي مغفل كده، وبتضحك عليه بالسهولة دي. فالمدير بيسيبهم لوحدهم، فشياو بتقول لشين إنه ما يعرفهاش كويس لحد دلوقتي، وبتطلب منه يمضي العقد لأنها عندها شغل كتير وما عندهاش وقت تضيعه. لكن شين بيقرب منها وبيسألها إذا كانت هي السبب اللي خلت أختها ما تدخلش كلية الحقوق زيها، لكن شياو بترد عليه وبتقوله إن أختها كاسيا كانت درجاتها سيئة جدا عشان كده معرفتش تدخل كلية الحقوق، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وأول ما بتخرج بره المكتب بتبعت له رسالة بميعاد مقابلتهم لكن بشخصية كاسيا، وبعدها بترجع له وبيكون شاف الرسالة بتاعت كاسيا وبيحاول يستفزها، وبيقول لها إنه مش فاضي للشغل معاها حاليا لأن حبيبته مستنية عشان يتقابلوا، وكمان بيقول لها إنها صعبانة عليه لأن ما عندهاش حبيب تحس معاه بالأحاسيس الجميلة اللي بيحسها مع حبيبته، لكن الحقيقة إن هو اللي صعبان عليها لأنها ضحكت عليه. وبعدها شياو بتروح تغير لبسها بسرعة وبتروح لبيت شين وبتعمل له أكل زي ما اتفقت معاه على الموبايل. وأول ما بيوصل البيت بيحكي لها عن اللي عمله مع أختها شياو، فكاسيا اللي هي أصلا شياو بتعمل نفسها متفاجئة وكمان بتكون قلقانة عليه، وبيتعاشوا سوا من الأكل اللي هي عملته، والأكل بيكون طعمه لا يطاق. لكن شين طبعا لانه شاب جنتل بيقول لها ان ده احلى اكل كله في حياته. شياو بتفرح من كلامه وبتفضل تاكله كل الاكل اللي هي عملته، ولما بتروح بيتها بتطمن عليه وبيكون مش عايز يقول لها ان بطنه وجعته من ساعه ما اكل من اكلها. وتاني يوم الصبح بيروح لها وبيجيب لها هديه كمان. وشياو في طريقها للشغل بتيجي واحده ست وبتضربها بالقلم على وشها وبتلومها انها قبلت تشتغل مع واحد زي شين. لكن فجاه شين بيظهر وبيمسك ايد البنت دي وبيقول لها ان شياو تعتبر شريكته في الشغل، وشياو بتكون واقفه مستغربه من مدافعته عنها بشخصيتها الحقيقيه. وبياخد شياو وبيركبها عربيتها وبيديها لزق طبي عشان تداري الجرح اللي في وشها من ضربه البنت. وشياو مش بتكون فاهمه هو بيعمل معاها كده ليه. وبالليل شين بيتصل عليها على اساس انها كاسيا، لكنها بتكون متوتره جدا وبتكون مش عارفه تتصرف ازاي، فبيطلب منها انهم يخرجوا سوا، لكنها بتتحجج انها مش هتقدر عشان امها وكمان لان عندها امتحان برمجه. وبتفضل على الموبايل لحد ما بتنعس وهو معاها على المكالمه. وتاني يوم بتصحى وبتلاقيه لسه معاها على المكالمة ومرضاش يقفل السكة. وبعدها بيتقابلوا كل كلامهم بيكون رومانسي، وكمان بيتسابقوا في الجري سوا وبيفتكروا أيام زمان لما كانوا في المدرسة سوا. واليوم بيخلص وبالليل بتكون معاه في العربية عشان يوصلها، لكن الجو بيمطر فبيقفوا بالعربية على جنب. والشياب بتفتكر أيام لما كانت في المدرسة والدنيا كانت بتمطر عليها ومش لاقي حد يوصلها، وشين جه واداها المظلة بتاعته عشان تعرف تروح. وبنرجع للوقت الحاضر وبنعرف إن شين اكتشف إنها مش كاسيا وإنها متعرفة عليه مخصوص عشان توقعه في مشكلة، وبيسألها وهي نايمة يا ترى أنت مين بالظبط. ولما بتصحى من النوم بتكون مخضوضة لأن المطر حواليها من كل مكان وكمان لوحدها في العربية، فبتخرج من العربية وبتفضل تنده على شين، وقبل ما تقع على الأرض بتتفاجئ إنه موجود وبيمسك إيديها، والمساعد بتاعه بيتصل بيه وهو لوحده بيعرفه إن جنازة كاسيا كانت من 10 سنين. والشياب بتكون رجعت البيت وبتلاقي أمها هناك بعد ما بتكون أخيرا خرجت من المستشفى وماسكة مقص وعمالة تقطع في الفساتين، والأم بتكون بتعاني من اضطراب حاد من يوم وفاة بنتها. والشياب بتحاول تهديها لكنها بتهجم عليها وبتضربها كمان وبتحاول تتخلص منها وبتخنقها، لكن فجأة بترجع في كلامها وبنرجع بالزمن لليوم اللي ماتت فيه بنتها وهي بتكتب شهادة وفاتها، وبنتفاجئ إن اللي ماتت دي هي شياو، لكن الأم كتبتها باسم كاسيا وإنها عملت كده عشان كاسيا تكمل في مسيرتها التعليمية وتدرس حقوق. وطول السنين دي كانت لاغية شخصية كاسيا خالص ومبدلاها بشخصية شياو، يعني اللي كانت عاملة نفسها كاسيا طلعت فعلا كاسيا اللي كانت مرتبطة بشين، وإنها بعدت عن حب حياتها وكمان درست مجال مش بتحبه عشان ترضي أمها. وبنرجع للوقت الحاضر اللي بنلاقي فيه الأم فقدت عقلها، وكاسيا بتكون بتلم في حاجتها وبتلاقي حلوى من اللي شين كان بيديها لها وهم صغيرين، وبتكون فعلا عاشت معاه ذكريات جميلة كتير، وإن أختها هي اللي أنهت حياتها بنفسها عشان كانت بتحب شين لكن هو ما كانش بيحبها. وشين بيكون شاكك في كاسيا وشاكك إنها شياو، وبيفضل يجمع كل المواقف اللي حصلت بينهم، وبيروح لكاسيا وبيجي من ظهرها وبينده على اسم شياو. لما بتقف بيعرف إنها مش كاسيا إنما هي شياو، وبيقرر يختفي من حياتها. لكن كاسيا بتعرف توصل له خصوصا إنه بيكون مريض، فشين بيقول لها إنه عرف حقيقتها وإنها مش كاسيا، لكنها مش بترضى تقول له الحقيقة لأنها خايفة على مستقبلها كمحامية، لأن لو حد اكتشف إنها مش شياو يبقى ده تزوير، لأن دراستها الأساسية ما كانتش المواد الأدبية اللي تخليها تدخل حقوق، وبتكون منهارة وبتقرر إنها تمشي بعيد عنه وما ترجعش ليه مرة تانية. وكمان وهي ماشية في الطريق بتكون في عربية مسرعة وبتخبطها وبتموت، وشين بيكون كده
خسر كاسيا وشياو وبيحزن عليهم لباقي حياته. الفيلم ده سجلته ميرنا النجار، وهستنى رأيكم في التعليقات، ولو حابين نلخص أي فيلم أو مسلسل تاني اكتبوا لنا اسمه في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.